امتى المريض يعمل رسم اعصاب وتخطيط عضلات؟ احنا كلنا عارفين ان التشخيص السليم والدقيق هو نص العلاج ان ما كانش كل العلاج. من اهم ادوات التشخيص للجهاز الحسي والحركي هو فحص رسم الاعصاب وتخطيط العضلات. ايه الاعراض اللي بيشتكي منها المريض علشان نعمل الفحص ده؟ هي زي اعراض التنميل، تنميل الايدين وتنميل الرجلين. بتحسي ان في تنميل في ايديكي، شكشكه، حرقان، ما بتنيمكيش طول الليل، ممكن تصحيكي من النوم. تنميل في الرجلين وممكن يكون فيه حرقان. ساعات بيحس ان هو ماشي على كيس قطن او على رمل، وساعات يحس ان هو مش حاسس اصلا برجليه خالص. ده بتبقى مشكله في الاعصاب الحسيه. وكمان ممكن تكون في مشكله في الاعصاب الحركيه. زي ايه؟ ضعف في العضلات، بحاول اكتب ايديا ضعيفه، مش قادره تكتب كتير. عندي مشكله في مسكه كوبايه الشاي او بشيل حاجات بايديا بتقع مني. كل دي بتبقى مشاكل في الأعصاب الحركية. في الرجل مثلا بتبقى ماشية ممكن تتكعبل، مش قادرة تقف كتير، ضعف في العضلات بتاعة الأقدام. دي ممكن الأعراض اللي تشتكي منها تخليكي تروحي تعملي فحص للأعصاب عن طريق رسم الأعصاب وتخطيط العضلات.